بيبدأ فيلمنا النهاردة مع شاب إنجليزي بتدور في دماغه أفكار كتيرة جدا، وبيكون في طريقه لجزيرة في جنوب الأطلسي علشان يشتغل عالم أرصاد جوية، وحرفيا بيكون مش قادر يبطل تفكير في مصيره. وبيقرب منه كابتن أكسل وبيولع سيجارة وبيقول له إحنا قربنا نوصل. وفي سبتمبر 1914 وصلوا أخيرا للجزيرة اللي ما فيهاش حد بيستقبلهم ولا فيها أي أثر لأي مخلوق. وبنعرف إن الشاب ده كان طالع الرحلة علشان يدور على عالم الأرصاد الجوية التاني واللي كان موجود على الجزيرة، لكن للأسف مفيش أي علامة على إن في حد هنا. فبيقرر كابتن أكسل يروح معاه علشان يدوروا على عالم الأرصاد القديم علشان يتأكدوا إنه بخير. وبالفعل بيوصلوا للمنارة وبيخبطوا على الباب لكن مفيش أي حد بيرد. فبيقرر الشاب إنه يفتح الباب بالقوة، وفعلا بيلاقي الشخص الوحيد اللي موجود على الجزيرة وهو جرونر إنه بيحرس المنارة، وبيستقبلهم جرونر بكل برود. ولما الكابتن أكسل سأله عن الراصد اللي المفروض يكون هنا، جرونر قال له ببساطة إن الراجل مات بالتغص. في الوقت ده جرونر ما كانش مهتم خالص بوجودهم وكان ماشي عريان من غير أي إحساس بالخصوصية، وده ضايق كابتن أكسل جدا. والشاب ساب المنارة ومشي، وبعدها بيودع الكابتن أكسل الشاب وبيمشي، وبنعرف إن اسمه فريند. وبعدها بيبدأ يتمشى في الجزيرة وهو حاسس إن حياته هتبقى شبه الراصد اللي قبله، وده لأنه لازم يقعد سنة كاملة يراقب اتجاه وشدة الرياح لحد ما حد تاني يجي يحل مكانه. ولما بيرجع للكوخ علشان يظبط حاجاته بيلاقي مذكرات الراصد القديم، وبيعرف إن اسمه كان ألدر. وبيلاقي كمان رسومات وصورة لمرات ألدر وحتى رسمة للمنارة وجنبها كائنات غريبة. وتاني يوم الصبح لقى شكل غريب مرسوم من الأصداف والحجارة على الأرض. بعد كده راح قريب من الساحل ومعاه التلسكوب علشان يبدأ شغله، ولما بص من المنظار شاف جرونر ماشي عريان وبيعمل تمارين وكانه بيستعد ليوم طويل قوي من الكسل. بالليل وهو قاعد بيقرأ سمع صوت خربشة بره بابه وافتكر إن ده جرونر، بس الأصوات بدأت تعلى وتحصل معها أصوات خربشة جامدة جدا. وفجأة شاف إيد شبه الزواحف بتدخل من تحت الباب فداس عليها فورا. فالكائن الغريب ده اتنرفز، ولما الأصوات زادت استخبى فريند تحت أرضية الكوخ. وفجأة هجمت الكائنات دي على الكوخ ولكن ملقوش أي حد. ولما سكتت الأصوات بص من فتحة صغيرة في الأرض والكائن ده بصله من نفس الفتحة، فطعنه بالسكينة في عينه وخاف جدا وقفل على نفسه تحت الأرض لحد تاني يوم الصبح. وراح لجرونر وطلب منه يقعد معاه في المنارة ولكن جرونر رفض. فريند قرر يقاوم ورجع كوخه وقضى اليوم كله يعزز في حمايته، وكان مبسوط قوي لما لقى بندقية وسط صناديق المعدات. وبالليل الكائنات دي بدأت تظهر تاني من الضلمة وتتحرك ناحية الكوخ، بس المرة دي كان فريند مستعد ليهم وبدأ يضرب نار عليهم وهما بيحاولوا يدخلوا الكوخ. بس المرة دي كان عددهم كبير قوي فاضطر إنه يولع نار علشان يخوفهم، وفعلا النار خلتهم يهربوا. بس النار مسكت في الكوخ وهرب فريند بسرعة ويجري بعيد وهو شايف بيته بيولع. بس لحسن الحظ الدنيا مطرت قبل ما الكوخ يتحرق كله. وتاني يوم شاف جرونر طالع من المنارة فمشي وراه بهدوء من غير ما يحس لحد الصخور، وكان ناوي إنه يهجم عليه، بس اتفاجئ بكائن بحري أنثى لونها أزرق هجمت عليه، وعلشان كده وجه البندقية ناحيتها لكن جرونر منعه وقال له إنها مش مؤذية. وفي اللحظة دي استغل فريند الفرصة وقدم شوية من حاجاته لجرونر مقابل إنه يبات عنده. فجرونر قدم فريند للكائن دي وقال لها إنه صاحبه علشان تعامله كواحد منهم. وبعد كده دخلوا كابينة جرونر علشان ياخدوا شوية حاجات، وهناك فريند فاهم إن الراصد اللي قبله ما ماتش بالتاغوس ولكن الكائنات دي هي اللي قتلته. وبيقول لجرونر إنهم لازم يرجعوا المنارة قبل الغروب علشان الكائنات دي ممكن تهاجمهم مرة تانية. وبعد ما وصلوا جرونر تعب ووقع على الأرض، وتاني يوم فريند صحي فجأة على الكائن الأنثى وهي بتلحس إيده وكأنها بتحاول تعالج الحروق اللي موجودة في إيده. وبيجي جرونر وبيبدأ يحسب الذخيرة وبيشرح له إن الكائن دي واللي بيسميها الضفدع زي الكلب اللي مش بيسيب صاحبه حتى لو كان بيعذبه. فريند كان منبهر بيها وشايف إنها مختلفة عن الباقيين، بس جرونر حذره وقال له ما يثقش فيها لأن شكلها الهادي ده بيخبي نوايا شريرة. وبعد كده أخدوا وفرجوا على باقي المنارة وطلع بيه لفوق، وبيسأل فريند جرونر ليه ما سابش الجزيرة زمان مع إنه يقدر يعمل كده، لكن جرونر قال له إنه مش ناوي يرجع للعالم التاني وإنه حابب يعيش لوحده بعيد عن الناس. لكن فريند قال له إنه هيمشي أول ما السفينة تيجي، فجرونر قال له مع السلامة. في نفس اليوم فريند كان بيفكر إزاي أيام قليلة من العزلة غيرت نظرته للدنيا، وفجأة وهو بيظبط حاجاته بيشوف الكائن دي وهي بتاكل شمعة، فبيحاول يشرح لها إنها مش للأكل، لكن فجأة جرونر نده عليه وقال له يجيب البندقية. وبالليل شاف جرونر بيجهز نفسه للهجوم وعلمه جرونر يعمل إيه وضرب طلقة من مسدس الإشارة، وده كان بداية ليلة طويلة جدا. وفي الوقت ده الكائن الأنثى كانت بتعوي للسماء، وفجأة مجموعة كبيرة من الكائنات هجمت على المنارة وجرونر بدأ يضرب، وفريند اتشل من الخوف ومشي لورا لحد ما وقع على الأرض وأغمى عليه، وجرونر فضل لوحده يقاتل الوحوش. وتاني يوم فوق جرونر بالمية وكان متعصب من ضعف وخوف فريند وقال لي يروح يجيب مية، وبعد ما رجع قعد يتردد في صمت مريب جدا. وفجأة جرونر خبط على الترابيزة وقال له هي دي فرصتك الأخيرة. بالليل جرونر أخذ المسدس بتاع الإشارة وبدأ يلفت انتباه الوحوش، ففريند خاف تاني وجرونر حبسه
في البلكونة وسابه يواجه الوحوش لوحده. ورغم إنه كان بيسمع صوت ضرب النار وصريخ فريند إلا إن جرونر نام. وتاني يوم الصبح اتفاجئ لما لقى فريند عايش وجسمه كله متغطي بالدم وباين عليه التعب. وعدت شهور وتعودوا على الروتين لما الكائنات تهجم كل ليلة، وبقت الأيام كلها شبه بعض والليالي بقت أطول. وفريند كان بيجيب المية وجرونر بيصنع السلاح. وفي يوم فريند بدأ يشك إن الكائنات دي بتيجي علشان تاخد الأنثى، بس فضل يسأل نفسه ليه بتسيب أهلها يموتوا وليه مش بيهدموا كل ليلة. بس جرونر ما كانش مهتم بالأسئلة دي وكان ناوي يخلص عليهم كلهم. بعد كده فريند راح كوخه القديم وشاف نفسه في المراية واتصدم من شكله، فحلق دقنه وحاول يفتكر نفسه زمان. وهو راجع شاف هيكل حوت ضخم واخد منه حتة عظم، والليلة دي ما كانش فيها هجوم، وده خلاه يفكر إن لحظات الهدنة أصعب من الحرب نفسها. وهو بيتمشى شاف الكائن الأنثى وقرب منها لأول مرة ولمس كمان جلدها البارد وبدأ يحس بإعجاب ناحيتها. لكن جرونر كان بيستغلها كخدامة وكعبد عنده. وفي يوم تاني جرونر دعا فريند يلعب شطرنج، وهما بيلعبوا فريند بدأ يحكي ملاحظات عن الكائنات دي، لكن جرونر قال له يسكت ويلعب. وفجأة جرونر رفع السلاح وقال له إن في كائن وراه، وفعلا الوحوش كانت بدأت الهجوم. فجري فوق المنارة وبدأ يضربوا نار، والليلة دي كان الهجوم قوي جدا ومفاجئ، وعلشان كده اضطروا يطلعوا لفوق المنارة. ولكن جرونر اتعض في رجله فقفلوا على نفسهم في القمة والوحوش بتحاول تكسر الإزاز. وبدأ جرونر يغني أغنية حب حزينة لحد الفجر والوحوش اختفوا. والصبح أنرس عالجت رجل جرونر بلسانها وكل اللي معاهم خلص حتى الذخيرة. وبعدين فريند شاف سفينة جاية وجري علشان يجيب مسدس الإشارة، لكن جرونر منعه وربطه في الأرض. فأنرس حاولت تحميه ولكن جرونر اتعصب وأخد المسدس وخرج. وفريند اتعصب وفضل يزعق له وقال له إنه بيخاف يفضل لوحده. وبعدها فريند حاول يتكلم مع أنرس ووراها مركب صغير نحتها من العظم، لكن أنرس أخدته وورته مركب حقيقي متساب على الشط بعيد عن المنارة. فرجع فريند وقال لجرونر إنه عارف القارب ده كويس وإن في واحد برتغالي استخدمه قبل كده ولكن الوحوش قتلته. وكمان قال له إن في متفجرات في غطام السفينة ولكن غالبا بايظة من المية. فبيقرر فريند إن ينزل المركب وإن يستخدم بدلة الغوص البحرية القديمة، لكن جرونر قال له إن ده يعتبر انتحار. وبعدها فريند بدأ يظبط ويدعم المركب علشان يجهزه. وفي اللحظة دي سمع صوت ولقى أنرس بتعوم، فقرر إن ينزل يعوم معاها وقرب منها. بس في الوقت ده كان جرونر بيراقبهم. وبعدها بيرجع فريند للمنارة وبيجي جرونر وبيديله بدلة الغطس وبيوافق فجأة إنه يروح يغطس، وده طبعا علشان يخلص منه بعد ما شافه بيقرب من أنرس. وتاني يوم الصبح راحوا للمركب وفريند نزل يدور على المتفجرات وقال له إنه هيشد الحبل 3 مرات لو احتاج هوا. وهو تحت المية لقى صناديق متفجرات وبدأ يطلعهم، لكن شاف كائن صغير واتخض منه وبيقع في قاع البحر والكائنات خسرته. وجرونر كمان ما كانش ناوي يساعده، بس فريند خلع البدلة وطلع وجرونر سحبه. ولما رجعوا لقوا صندوق واحد بس هو اللي فيه المتفجرات سليمة، وبيكون فصل الشتاء قرب وبدأوا يخططوا يجذبوا الوحوش جوه المنارة ويفجروهم. بس الليلة دي محدش هاجمهم، وعدت 3 أسابيع وجرونر بقى محبط جدا. وفي يوم فريند شاف جرونر وهو قاعد في البلكونة بيترعش من البرد وهو مستني هجوم الكائنات وقال يدخل يرتاح شوية. وفي يوم هم قاعدين مستنين أنرس تحضر غدا بيلاقوها جابت نجم البحر بدل السمك، فضربها جرونر وزعق لها واتهمها إنها خانتهم وراحت قابت للكائنات دي على خطتهم. فبيمسكوا فريند وبيقول له على خطة جديدة وإنهم يسيبوا الباب مفتوح ويعملوا لهم كمين. وبالليل سابوا الباب مفتوح وجرونر قعد فوق في بلكونة المنارة علشان يفجرهم، لكن ما حصلش أي حاجة. فجرونر جرى أنرس وخلاها تعيط بصوت عالي علشان تيجي الكائنات على صوتها. وفجأة الوحوش هجمت من الباب على فريند وهو بيولع الشمعة، فقعد يتقاتل مع الوحوش وقدر يهرب منه. وبيجري بلغ جرونر إن الوحوش هجمت على المنارة، ولكن المرة دي بقى المفجر ما كانش شغال. ففريند بيطلع فوق وبيوصل المفجر وبيحصل انفجار كبير جدا وبتموت وحوش كتيرة خالص. لكن جرونر حس إن الانفجار ده مش كفاية، ففجر قنبلة تانية قريبة ووقع هو وفريند على الأرض. وتاني يوم فريند لقى جرونر مرمي على الأرض فصحي وسمعوا أغنية ورنوا سوا. الوحوش كانت ميتة على الشط وجرونر قتل الباقيين بالرمح. وفريند لقى كائن ميت لابس عقد وفهم إنهم مش وحوش، بس جرونر أخد العقد ورماه في البحر. وبالليل سمع أنرس وكائنات تانية بيعيطوا على أهلهم، فجرونر قال له إنه أنقذ أنرس وهي صغيرة من شبكة كان الصيادين هياخدوها وشايف إنها مديونة ليه بحياته. لكن الغريب إن أنرس اختفت، وجرونر قال لفريند إنها ترجع زحفة تاني كالعادة. وفي الوقت ده بيكون فريند حاسس بالندم من اللي بيحصل. وتاني يوم الصبح فريند رسم دايرة بالحجارة وحط المركب العظم جوه على أمل إن حد يجي ينقذه. وجرونر كان لسه بيجهز القنابل ولكن لسه برضه مفيش أي هجوم. وتاني يوم جرونر بيكون نايم وفريند بيرتب حاجاته وبيلاقي صورة فرح مكتوب عليها كلمة حب لنفس الست اللي لقى صورتها في الكوخ. وبكده عرف إن جرونر هو الراصد القديم وإن لسه جواه مشاعر إنسانية. وبعدها فريند مسح الأيام من على الحيطة لأنه نسي حتى هو جاي ليه.
وبقى هدفه الوحيد إنه يفضل عايش. وبعدها راح الشط وشاف أنرس وكائنات تانية جاية، وكان باين عليهم إنهم جايين بهدنة، لكن جرونر ما كانش موافق على الهدنة دي، وكان مصمم إن أنرس لازم ترجع له تاني بأي شكل. وجرونر راجع للمنارة، فجأة ضرب الكائن الصغير ده وقتله. فأنرس بصت لفريند بخيبة أمل كده وسابته ومشيت، وفريند راح بسرعة ورا جرونر علشان يمنعه إن يقتل حد تاني من الكائنات دي. وبالفعل اتخانقوا مع بعض وضربوا فريند وطعنوا في رجله، لكن جرونر قام وكان هيقتله بالفاس، بس فريند نده عليه باسمه الحقيقي وقال له انت مش قاتل. جرونر وقف ورمى الفاس وقال كلمة حب وخرج يبص للسماء وسلم نفسه للوحوش وقتلوه. وبعد شهور السفينة وصلت علشان تبدل فريند، والكابتن نده عليه بجرونر وفريند سابه ومشي ومرضيش يقوله على شخصيته الحقيقية، وبقى هو جرونر جديد. وبعد كده وقف في البلكونة يبص على السفينة وأنرس بتجري على البحر وبتعوم بحرية من جحيم للتاني. ولحد هنا بتنتهي أحداث فيلمنا النهاردة. استني بقى في فيديوهات وملخصات جديدة. سلام.